مساء الخير. عفرين. الحديث عن مدينة عفرين دائما له خصوصية سوف نتعرف عليها من خلال هذه الحلقة التي سيطلعنا فيها ضيوفنا عن كيفية إعادة الوئام والسلام لهذه المدينة، وذلك بعيدا عن الشد والجذب الممارس حاليا على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بين طرفي العلاقة أو الصراع في قضية عفرين، والذي برأينا لا يزيد إلا من بعد المسافة بينهما. سوف نسعى في هذه الحلقة تقريب هذه المسافة عبر فهم وجهة نظر كل منهما على حدة. لهذا سوف يكون معنا في الشق الأول الناشط الحقوقي السوري الكردي والكاتب الصحفي الأستاذ حسين جلبي عبر برنامج الزوم من ألمانيا. والسيد حسين جلبي سبق وأصدر كتابا يحمل عنوان عفرين مدينة الزيتون بين إعصارين، لخص فيه رؤيته وموقفه مما جرى في عفرين. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين معنا على قاسيون تي في. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. يا أهلا وسهلا. بداية، ما هما الإعصاران اللذان أردت الحديث عنهما في كتابك واللذان تعرضت لهما مدينة عفرين؟ أنا حاولت في كتابي أن ألخص ما جرى في عفرين خلال عام كامل قبل بدء العملية العسكرية التركية في المنطقة، العملية التي سمتها تركيا غصن الزيتون، وما بعدها. الإعصارين اللذين تعرضت لهما عفرين هما إعصار حزب العمال الكردستاني الذي يعني أقام حالة في عفرين حقيقة لم تكن برضا أهالي عفرين وبرضا الكرد جميعا. نعم. هذه الحالة استخدمت فيما بعد من قبل تركيا، من قبل الحكومة التركية، بدأ بعملية عسكرية في منطقة عفرين. والإعصار الثاني بالتالي كان هو الإعصار التركي الذي كان أقوى وأشد من الإعصار الأول، يعني الإعصارين تضافرا وتعاونا على ضرب المنطقة واقتلاع أهالي عفرين من جذورهم وإلقائهم في جهات الأرض الأربعة. إذن الإعصارين هما الإعصار التركي وقبله إعصار حزب العمال الكردستاني. إذن يعني هذه هي ماهية العنوان. تتحدث في كتابك أيضا عن أن لمدينة عفرين خصوصية بالغة في الوجدان الكردي. هل من الممكن أن تطلعنا على بعض هذه الخصوصية؟ حقيقة عفرين على خلاف المناطق الكردية السورية الأخرى، طبعا للكرد ثلاث مناطق في سوريا، ثلاث مناطق رئيسية هي منطقة عفرين، منطقة الجزيرة ومحافظة الحسكة ومنطقة كوباني عين العرب. عفرين لها خصوصية خاصة، أنها أستطيع أن أقول أنها حافظت على خصوصيتها الكردية أكثر من المنطقتين الأخرين. يعني حتى ستينات القرن الماضي نعم. لم يكن هنالك آخرون عدا الكرد في منطقة عفرين. يعني بعد ستينات القرن الماضي بدأ موظفون حكوميون يصلون إلى المنطقة، بدأت الحكومة السورية ببناء بعض القرى العربية هنالك. كان هناك قانون الإصلاح الزراعي. الهدف طبعا كان لإلغاء الخصوصية الكردية للمنطقة الحدودية مع تركيا، يعني الامتداد أو التواصل الجغرافي القومي بين الكرد في سوريا وتركيا كان هنالك هدف قطعه، وبحيث لا يكون تواصل قومي، لا يكون هنالك وحدة جغرافية بين الكرد في تركيا وسوريا. طيب، في كتابك أيضا نبقى في الكتاب سيد جلبي، تحمل مسؤولية ما جرى في عفرين لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط مع حزب العمال الكردستاني الذي تصفه بالتركي. هل من الممكن أن توضح لنا هذه النقطة؟ حقيقة حزب الاتحاد الديمقراطي هو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، يعني هو جزء من الحزب الذي أسس حزب الاتحاد الديمقراطي. هم كوادر حزب العمال الكردستاني في دمشق عام 2003 بعد أعوام قليلة من إخراج زعيم الحزب من سوريا بعد تهديدات تركية تعرضت لها سوريا. تم يعني تأسيس هذا الحزب بالاستفادة من كوادر ومن البيئة الشعبية ومن عناصر هذا الحزب قبل أن يتفرقوا ويذهب كل في سبيله. لذلك كانت الفكرة بالنسبة لي
القائمين على تأسيس الحزب هو إحداث تجمع جزء من حزب العمال الكردستاني نعم. ممكن الاستفادة منه فيما بعد، وهو ما تم حقيقة. أنا أقول بأن حزب العمال الكردستاني عندما دخل إلى سوريا بناء على تفاهم مع نظام الأسد، تفاهم كان واضحا، واستلم المنطقة، استلم الملف الكردي، ليس كل المنطقة، استلم الملف الكردي من نظام الأسد. عمل الحزب على توجيه الكرد السوريين نحو تركيا، يعني إيجاد بديل معارض غير نظام الأسد. الكرد السوريين انخرطوا في الثورة السورية وكانوا يتظاهرون ضد نظام الأسد في الأسابيع الأولى، ويطالبون بتحقيق حقوق ديمقراطية، حقوق قومية للكرد، حقوق وطنية كسوريين. ولكن دخول حزب العمال الكردستاني على الخط وجه الأنظار، وجه الحقوق الكردية باتجاه تركيا، وأصبح الهدف التركي، الهدف الكردي السوري يدور حول أمر واحد فقط، هو رفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني. نعم. لذلك ما قام به الحزب كان لا أقول فقط هو استفزاز، ولكن وكأنه كانت دعوة لتركيا لمنازلة في المناطق الكردية السورية، وتركيا طبعا التي أغمضت أعينها في بادئ الأمر عما يجري. كل القوى الإقليمية والدولية كانت تعتقد أن الأمر لن يطول وستنتصر الثورة ويتغير كل شيء. هذا الأمر هذا المبدأ، هذا الأمر يقودني أيضا عما يجري خلف حدودها. وفيما بعد الذي جرى بعد أن تضخمت قوة الحزب العسكرية، رأت فيه خطرا عليها وبدأت عملية عسكرية في المنطقة. طيب هذا الأمر أستاذ حسين لو وفرت ذريعة لتركيا. لو تسمح لي أستاذ حسين، هذا الأمر يقودني إلى سؤال أيضا من صفحات كتابك. يعني تصف أنت ما جرى في عفرين على أنه تغيير ديمغرافي مقصود، لكن بنفس الوقت تقول أطراف في المعارضة السورية أنه لولا ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي في المدينة لما كان أحد اقترب منها. ما رأيك؟ هو يعني التغيير الديمغرافي مقصود وغير مقصود. الذي جرى كان هنالك تفاهم دولي، تمام، إقليمي دولي بشأن وضع الغوطة الشرقية. العملية العسكرية التركية أو نهايتها ترافقت مع ما جرى في الغوطة الشرقية من اتفاق مصالحة بين نظام الأسد والمعارضة السورية، الذي نص على إخراج مسلحي المعارضة مع عوائلهم، مع من يرغب من منطقة الغوطة باتجاه الشمال. وفي ذلك الوقت كانت العملية العسكرية التركية قد انتهت، شارفت على نهايتها، فلم يجد هؤلاء لأنفسهم أو الفصائل المسلحة أو التفاهم الذي كان جرى بين القوى الإقليمية الدولية، لم يجدوا سوى منطقة عفرين مكانا لهم. تحدثت الآن في الإجابة أستاذ حسين عن اتفاق مصالحة بين النظام والمعارضة. هل فعلا تجدها مصالحة؟ هي كانت مصالحة؟ هم أطلقوا عليه اتفاقات مصالحة أو مصالحات. يعني نحن شاهدنا مثل هذه الاتفاقات في منطقة حلب، في مناطق حمص قبل ذلك، في كل المناطق التي كانت تشهد عمليات عسكرية. مضت اتفاقات المصالحة بين الطرفين برعاية روسية كانت تجري على إخراج مسلحي المعارضة من المناطق التي كانت تشهد عمليات عسكرية. يعني هي اتفاقيات تهجير أم مصالحة؟ كثير منها استقر في إدلب أيضا. هي اتفاقيات تهجير أم مصالحة؟ هم اسموها اتفاقات مصالحة. مع الأسف الشديد أنا كسوري أستطيع أن أسميها بالفم الملآن اتفاقات تهجير للسكان وتمهيد لتغيير ديموغرافي جرى هناك أو لا زال يجري. لأننا يعني في السؤال القادم أو في الاستفسار القادم منك سيد جلبي سنستعرض أن هناك من يرى أن ما جرى في عفرين من عمليات تهجير أو حتى استيلاء على المباني والأراضي هو جزء من سياق الحرب والصراع بين أي طرفين متقاتلين، بمعنى أن هذه هي الحرب، لابد أن يكون فيها منتصر وخاسر وقد يخسر كل شيء. كيف ترد على هذا الكلام؟ هو حقيقة ما جرى في منطقة عفرين من تغيير ديموغرافي بدأه حزب العمال الكردستاني. لنعترف صراحة بالموضوع، يعني عشية سقوط المدينة بأيدي الجيش التركي أخرج حزب العمال الكردستاني
مئات الآلاف، يعني الأرقام قدرت من تم تهجيره من قبل الحزب بأكثر من 200 ألف من المواطنين الكرد من منطقة عفرين، أدخلوا في روعهم أن الجيش التركي القادم وفصائل المعارضة هل هي السورية أرقام حركة دقيقة مع بالنسبة لك أستاذ حسين؟ هل تملك أرقام دقيقة فعلا عن المهجرين؟ لا توجد أرقام دقيقة، ولكن من يتواجد في هؤلاء تم نقلهم إلى مخيمات في منطقة الشهباء تم بناءها لهم فيما بعد، ولكن الأرقام أعتقد كانت لا تقل عن 150 حسب متابعاتي وحسب ما قمت بتوثيقه خلال تلك المرحلة. هذه كانت الخطوة الأولى لعملية التغيير الديمغرافي في عفرين، ولكن مع دخول الفصائل المعارضة السورية إلى منطقة عفرين، وهذا الكلام ليس من عندي وتم نشره على وسائل الإعلام، صحفي تركي كان يرافق الفصائل وقام بتصوير عمليات نهب واسعة، كان الصحفي يعمل مع فرانس بريس، نشر صور يعني كثيرة جدا لعمليات النهب التي جرت في المنطقة. وأول ما استهدفته الفصائل كان تمثال كاوى الحداد، يعني بغض النظر عن جماليته أو من قام بنصبه، كاوى الحداد هو رمز كردي قديم جدا. نعم. قامت الفصائل بتحطيم التمثال وبسحله وحتى تغيير الدوار وتسميته بدوار غصن الزيتون، وبدأت عملية استباحة للمدينة، تستولي على أملاك المدنيين، تقوم بالاعتداء عليهم، تقوم بفرض الأتاوات عليهم. حقيقة الفصائل المسلحة في ذلك الوقت، وربما لا زالت لا أعرف كيف تتقاسم عفرين حاليا، يعني كل واحدة منها اتخذت منطقة لها كإقطاعية، وكان لقائد الفصيل حرية التصرف بالأملاك بالسكان، كان لكل واحد منه قانونه الخاص يفرضه كما يشاء. طيب، نتيجة هذا القمع الكبير، نتيجة نعم. الاعتداءات، نتيجة عملية التفقير، كثير من الناس اضطروا إلى هجرة مناطقهم، هجرة بيوتهم. وطبعا بحسب متابعتك أين استقر المهجرون؟ بحسب متابعتك كثير منهم وصل إلى منطقة حلب، يعني عفرين قريبة كما تعرف من حلب 40-50 كيلومتر، وهي تابعة لمحافظة جزء من محافظة حلب. نعم. كثير منهم وصل إلى حلب، كثير منهم غادر إلى المناطق الكردية الأخرى، المناطق الكردية السورية الأخرى، أو حتى المناطق السورية الأخرى، وعدد كبير منهم وصل إلى إقليم كردستان، يقيم في مخيمات الإقليم بصفة لاجئ. ولكن اسمح لي أن أقول بحكم الفكرة التي قلتها أن المهجرين الموجودين في منطقة الشهباء كثير منهم يرغب بالعودة، ولكن هنالك 3 أو 4 عوائق لا تمنعهم من ذلك. أولا، حزب العمال الكردستاني يطوق المخيمات ولا يسمح بخروج أحد، نظام الأسد هو الطوق الثاني، وبعد ذلك تأتي فصائل المعارضة لا تسمح بعودة أحد. طبعا هنالك حجج أو ذرائع يقولون بأن هؤلاء الذين غادروا جزء من منظومة حزب العمال الكردستاني، وهذا غير صحيح. يعني شاهدنا خلال السنوات الماضية. طيب، السوريين أي فصيل أستاذ جلبي، أي منطقة يقوم السوريين برفع شعاراته وبالهتاف له. نعم. هذا هو. أستاذ جلبي، هل هجر كل أهل عفرين من المدينة؟ لا، أهل عفرين لا زال قسم كبير منهم موجود، ولكن نسبة الكرد انخفضت كثيرا. لماذا لم يخرجوا من مدينتهم؟ في الستينات كانت نسبة غالبية كردية، ولكن مع بداية الثورة السورية وصل باعتبار منطقة عفرين والمناطق الكردية السورية الأخرى كانت مناطق هادئة. لذلك وصل النازحون السوريون إلى المناطق الكردية، ويعني تضاعف بذلك الوقت عدد سكان عفرين. ولكن مع وصول مع نهاية العملية العسكرية التركية هنالك تقديرات غير رسمية تتحدث عن 30 إلى 40% من الكرد في عفرين حاليا. طيب، يعني إذن ليس كل أهالي عفرين تم تهجيرهم، بمعنى أن هناك من يعيش من الأخوة الكرد في عفرين ويحافظ على ممتلكاته. أنا كان فقط استفساري أو سؤالي بحسب متابعتك، لماذا لم يخرج هؤلاء من مدينتهم؟ هو يعني ممكن عوامل لوجستية يعني منعته من الخروج. يعني كان الموضوع يدور حول ساعات قليلة. عملية التهجير بدأت، أو خروج حزب العمال الكردستاني وإدارته بدأت مساء، وفي اليوم التالي وصل الجيش التركي. يعني مش معقول أنه يعني حوالي 500-600 أو مليون إنسان يغادر في ساعات قليلة. نعم. ممكن كمان هؤلاء يعني أسقط في أيديهم، قالوا لنبقى لنستمر ولكن العملية العسكرية أستاذ حسين صار لها عدة سنوات، يعني من يريد أن يخرج يستطيع أن يخرج.
لولا أنه متمسك يعني هنالك بالمكان مضايقات، وبالبيت. هنالك مضايقات تجري للسكان الموجودين. هنالك عمليات خطف، عمليات طلب يعني نقود أو مقابل الإفراج، يعني عملية رهان وكذا. ولكن الوضع في سوريا بشكل عام سيء جدا كما تعرفون. طيب. أين سيذهب الناس؟ يعني هنالك على الأقل في منطقة عفرين سقف يحميهم، إذا خرجوا لا توجد غير المخيمات، لا توجد رعاية صحية، لا توجد يعني على الأقل هنالك قطعة أرض، هنالك وظيفة. الناس يعني ليسوا راضون تماما، ولذلك ليس هنالك خيار أفضل من ما هو موجود حاليا. طيب، قبل قليل تحدثت عن أن هناك من يرغب بالعودة ويريد العودة من المهجرين إلى المدينة، ولكن هناك مجموعة من العوامل تمنع هذا الأمر، وأشرت إلى حزب العمال الكردستاني أو للمخيمات الموجودين بها. لو تتفضل وتشرح لنا أكثر ما هي العوامل التي تمنع المهجرين من عودتهم. أنا تحدثت عن المهجرين في منطقة الشهباء المقيمين في مخيمات الشهباء، وهي 4 مخيمات. هؤلاء يستخدمهم حزب العمال الكردستاني للدعاية له لتنفيذ أجنداته. بين فترة وأخرى يقوم بإخراجهم في مظاهرات، مسيرات، للهتاف له، لرفع صور زعيمه، لمحاولة الضغط على منظمات دولية للحصول على المساعدات. يقوم كذلك بتجنيد أبناء هؤلاء، حتى هنالك عمليات كثيرة قمت بتوثيقها، عمليات خطف وتجنيد أطفال. هذه بالنسبة لهؤلاء. ولكن العامل الرئيسي الآخر الذي يمنع أهل عفرين من العودة هو الوضع الأمني السيء حقيقة، وغير المناسب وغير الملائم للكرد. لأن الكرد الذين خرجوا على الأقل هنالك بالنسبة لهم نوع من الاستقرار نسبي، سواء في إقليم كردستان أو في أوروبا أو حتى في تركيا. والعودة بالنسبة لهم تعني دخول في مساءلات من قبل الفصائل المسلحة، وربما يتعرضون لأضرار، ربما يتم احتجازهم. هذه يعني عامل ثاني بالنسبة للناس الغير موجودين في مناطق مخيمات الشهباء. طيب. هنالك بالنسبة بسبب ما قامت به الفصائل من انتهاكات، خاصة في الأشهر الأولى من وصولها إلى منطقة عفرين، لم تعد هنالك ثقة بالهيكلية الحالية الموجودة في المنطقة. الناس يعني في الظروف القائمة حاليا لا أحد يفكر بالعودة ما دامت هنالك بيوت كثير منهم محتلة، أراضيهم قد صدرت. يعني من هنا أريد أن أذهب إلى سؤال أو استفسار سيد جلبي. يتم الحديث والإشارة عن أملاك تم السيطرة عليها من قبل مهجري ريف دمشق أو الجيش الوطني. هل تملك أرقام؟ هل لديكم أرقام عن حجم هذه الأملاك؟ لا توجد أرقام رسمية، لأنه ليست هنالك منظمة حقوقية تقوم تستطيع، على الأقل منظمة حقوقية كردية تستطيع العمل بحرية في منطقة عفرين وتدور على البيوت وترى من دخل بيت من. ولكن هنالك حالات قام أصحابها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وكذا. كانت هنالك عمليات تواصل، حتى اتصال هاتفي بين الشخص الذي استوطن أو جلس في بيت الشخص من أو المواطن من عفرين، وأصبحوا يتحدثون عن الأمر. كان هنالك لقاءات عبر الهاتف بينهم. ولكن لا أستطيع أن أقول أن العملية نسبة كبيرة أو نسبة قليلة، ولكن هنالك نسبة هي عبارة عن ممكن أخذها بعين الاعتبار. لا نقول عنها حالات فردية، هي حالات ممنهجة. حتى فصائل المسلحة في البدايات كانت تخرج أهالي عفرين من بيوتهم. هنالك حالة وثقتها لشخص كبير في السن جالس في بيته، قاموا بإخراجه وقال تحت ذريعة أن البيت كبير عليك ونحن لدينا عدد عوائل سندخلها بدلا عنك. أرقام غير موجودة، ولكن هنالك حالات أستطيع أن أؤكد أنها ليست أخطاء فردية. طيب أخي حسين، يعني قبل أن أعرف رأيك، أو يعني ما هي المبادرة التي يمكن أن تؤدي إلى حل المشكلة بين يعني حل مشكلة الأخوة الأكراد في عفرين، أريد أن أسأل سؤال. تحدثت قبل قليل عن أن عدد من المهجرين لا يثق بالعودة إلى المدينة بسبب الحالة الأمنية. أنت
أستاذ حسين، لمن تحمل مسؤولية التفجيرات التي تجري في المدينة؟ هو أنا اعتدت دائما طوال سنوات الثورة السورية مهم. أن أحمل مسؤولية التفجير في أي منطقة نعم. للفصيل أو للجهة التي تسيطر على هذه المنطقة، تمام. لأنني قلت دائما مستحيل، من المستحيل على هذه الجهة أو هذا الفصيل الذي يسيطر على أنفاس الناس، الذي مهم. يسيطر على كل شيء ولا يتحرك أي شيء دون درايته، أن لا يكون على علم بوجود سيارة مفخخة أو عملية تفجير أو عملية قصف. أما إذا كان قصدك بالنسبة للتفجيرات الأخيرة التي حدثت، نعم. أنا حقيقة يعني كتبت قبل فترة بأن السوريين الكرد وغيرهم قد تحولوا منذ مدة طويلة إلى ما يشبه صندوق البريد، يعني تتبادل عبره الدول الإقليمية والدول الأخرى الرسائل المكتوبة بدماء السوريين. أنا لا أعرف حقيقة من يقف، لأنه ليست هنالك جهة محايدة قامت بتحقيقات، وليست هنالك جهة يمكن الوثوق بتحقيقاتها، ولكن من الاستهداف، من الظروف التي جرى فيها هذا الاستهداف، يمكن مثلا القول استهداف بأن مشفى كل الشفاء في الجهات عفرين مستفيدة أستاذ صراحة، حسين. وكأنه كل الجهات متفقة مع بعض على إنجاح هذا التفجير وقتل الناس. استهداف مشفى الشفاء في عفرين مثلا. حقيقة ليست لدي معلومات، ولكن جرى تسريب أمور أنها ممكن تكون استهداف روسي أو استهداف من قبل الفصائل، مهم. أو حتى أسلحة بأيدي وحدات حماية الشعب حصلت عليها مهم. من الروس. ممكن يعني حقيقة الوضع غامض، وليس هنالك أحد يمكن أن يدعي بأنه يملك الحقيقة كاملة، طيب. ولكن طيب. المتضررون كما ذكرت مهم. هم المدنيون، والمستفيدون هم جميع الموجودين من فصائل ومن رعاتها. طيب، برأيك أستاذ حسين، كيف يمكن اليوم حل مشكلة الأكراد المهجرين من مدينة عفرين؟ يعني ماذا تطلبون من السلطات المسيطرة حاليا على المدينة أن تقوم مثلا بمبادرة حسن نية؟ كيف تكون هذه الأمور؟ هو يعني المفروض تغيير الوضع الحالي الموجود، الوضع الفصائلي الموجود في عفرين مهم. ينبغي تغييره. أنا أعتقد أنه تواصل بين هذه الجهات وبين المجلس الوطني مهم. الذي يحظى بشعبية لا بأس بها، الذي القريب من المعارضة السورية الموجود في الائتلاف، نعم. ممكن وأعطاء المجلس طبعا ضوء أخضر للعمل، ممكن أن يحل جزء من المشكلة. طبعا باعتبار الوضع فصائلي وهنالك مسلحون، مهم. والكرد لا يثقون بالإدارة القائمة ولا يثقون أيضا بالفصائل الموجودة، ممكن إدخال فصيل بيشمركة روج الدافع عن المجلس الوطني التابع للمجلس الوطني الكردي الموجودة في إقليم كردستان، نعم. يمكن إدخال جزء منها كبادرة حسنية، كضوء أخضر للناس المهجرين النازحين للعودة. البادرة الأخرى ممكن أن تكون هنالك طبعا مبادرة شعبية، الناس الموجودين في المساكن، مساكن المهجرين، مهم. سواء الذين دخلوا في بيوت خالية من سكانها أو الذين دخلوا عنوة إلى بيوت الآخرين، ممكن هؤلاء يصلون إلى تفاهم بالخروج من بيوت الكرد وإعطائها لهم. نعم. طبعا هم حاليا الموجودين في عفرين هم الأقوى باعتبار مدعومين، أنا أقول، من الفصائل المسلحة الموجودة، لذلك أي مبادرة مفروض تكون بالاشتراك مع الجانب الكردي، مع المجلس الوطني الكردي، ممكن باعتبار المجلس بعيد عن إدارة حزب العمال الكردستاني. إذا ممكن إذا المبادرة الشعبية أيضا أن يكون هنالك تلاقي بين جهتين، بين نعم. كرد وعرب، للوصول إلى تفاهم على العودة وضمان العودة. هل يضمن هذا الأمر أستاذ حسين برأيك، يعني قبل أن نختم، هل يضمن الوصول إلى سلم أهلي وتعايش مستمرين بين جميع المكونات في المنطقة؟ يعني ما هو المطلوب أيضا من أهلنا في عفرين الذين يرغبون بالعودة إلى مدينتهم؟ إذا تم يعني ضبط الوضع الأمني، إذا كانت هنالك جهة منتخبة، جهة ترعى مصالح الناس، لا تفرق بين الناس بين عربي وكردي وتركماني وغيره، يعني مثل هذه الأمور ممكن أن تزرع الثقة، ممكن أن تمنح الأمل للناس الغائبين وتدفعهم إلى العودة.
المبادرات الشعبية حقيقة هي المطلوبة الآن، لأن الفصائل بينها صار يعني بحور من الدماء أو من الحروب الإعلامية، صعب أن يثق الناس بهؤلاء. المبادرات الفردية أنا أعول عليها، وأعول على التواصل الجدي بين الائتلاف المعارض والمجلس الوطني الكردي للوقوف على هذه المسألة، وإدخال أناس من عفرين لإدارة المنطقة كمجلس محلي، لإدخال قسم من بيشمركة روش كما ذكرت قبل الآن. الأستاذ حسين جلبي، الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي السوري الكردي، شكرا جزيلا لك. كنت معنا عبر منصة زوم من ألمانيا للحديث عن ملف خاص عن مدينة عفرين. شكرا. شكرا، يا هلا فيك. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الشق الثاني من ملف عفرين مع السيد رامي الحمد. مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم مجددا في ملفنا الخاص عن مدينة عفرين. كنا في القسم الأول مع الناشط الحقوقي السوري الكردي والكاتب الصحفي حسين جلبي. الآن أنتقل بالأسئلة وبالنقاش والحوار إلى الناشط الحقوقي السوري رامي الحمد. يسعد لي أوقاتك أستاذ رامي. تحياتي لكم أستاذنا، حياكم الله. يا أهلا وسهلا فيك. نبدأ من حيث انتهينا مع الأستاذ حسين جلبي. ما هي موانع عودة أهالي عفرين المهجرين بالنسبة لكم؟ بمعنى آخر، ما الذي يمنع هؤلاء اليوم من العودة إلى ممتلكاتهم؟ حياكم الله أستاذنا. أول شيء أشكرك وأشكر قناة قاسيون وكافة طاقم العمل على هذا اللقاء، الله يبارك فيكم. الحقيقة بدنا نبدأ من حيث انتهى مثل ما تكلمت الأستاذ حسين. نعم. لم يصدر أي قرار ولم يكن هناك مانع أو موانع من الجيش الوطني أو من الحكومة السورية المؤقتة لعودة أي مواطن إلى دياره. نحن كثورة وكجيش وطني كنا وما زلنا حتى الساعة نحن من يطالب في إعادة مهجرين إلى ديارهم عبر منظمات المجتمع الدولي وعبر حتى في الاجتماعات الدولية وغيرها. طيب، يقول الأستاذ حسين أن الكثيرين من أهالي عفرين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم، لكنهم يخشون من عمليات انتقام، سواء من حزب العمال الكردستاني أو من النظام أو من فصائل الجيش الوطني. في الشق المتعلق بالجيش الوطني، ما هي الإجراءات التي تطلبونها في حال تمت الموافقة على عودتهم؟ حياكم الله. أول شيء برجع بكرر، لا يوجد أي موانع أو مانع لعودتهم حتى الساعة، ولم يصدر أي أمر بمنعه. أما فيما يخص يعني يحاول البعض للأسف، خلينا نسميه استثمار سياسي فيما يخص قضية عفرين دون غيرها. الشعب السوري كله مهجر. ما حصل في عفرين حصل في منبج، ما حصل في منبج حصل في تل رفعت. يعني هناك مدن سويت على الأرض بالكامل. لماذا لا يتم تسليط الضوء إلا على جزء دون الجزء الآخر؟ يعني نحن بنظرنا كثوار أو كجيش وطني، عفرين جزء لا يتجزأ من سوريا. نحن نسعى إلى تحرير سوريا، لا نقبل عصابات داخلة من خارج الحدود تسعى إلى إقامة كنتونات وتقسيم سوريا عبر جغرافيات صنعتها بأحلامها. طيب، يعني الجغرافيا السورية سيد رامي تعرضت للكثير من يعني الإشكاليات والقصف والدمار. نتحدث عن عفرين، يعني أنا مثلا بمثال بسيط، في حال عادت أي أسرة أو عاد أي شخص وتم اعتراضه، إلى من يتوجه؟ يعني إلى من سيوصل رسالته كي يخرج من السجن، أو خلينا نقول ما يتم اعتراض، أو يسترجع ممتلكاته، يعني يسترجع بيته؟ تمام. الحقيقة أنا هون بس إذا بتسمح لي بدي نوه لأمر. نحن بالجيش الوطني بطبيعة الحال لا ننكر الأخطاء، وأيضا لا ندعي المثالية. فنحن في ساحة من تجاذبات حاصلة، إن كانت دولية أو أمنية أو غيرها. سوريا الآن كما تعلم.
أما فيما يخص أي مواطن يعود، هناك في عفرين حتى الآن وكان قائم يعني منذ دخول بدء عملية أو تشكيل الجيش الوطني في قضاء عسكري، ويوجد قضاء مدني، ويوجد لجان اختصت بهذا الأمر. الآن حتى القضاة يعني هم من إخواننا الكرد، يوجد عسكريون من إخواننا، ولكن الصورة التي يحاول البعض تسليطها ويضع عفرين تحت المجهر أن عفرين هناك عملية فرز عرقي تم من قبل الثوار. هذا الأمر هو المغلوط للأسف. طيب أستاذ رامي، الأستاذ حسين جلبي يرى بأن ما حدث في مدينة عفرين هي عملية تغيير ديموغرافي، مع أنه يحمل المسؤولية لميليشيا قسد المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الإرهابي. كيف تردون على هذا الكلام؟ دعني أقول أن من أطلق شرارة التغيير الديمغرافي في سوريا أو خلال الثورة السورية والقرن الماضي منذ انطلاق الثورة السورية المباركة هم تنظيم PKK عبر كنتون، سموه في سوريا تنظيم روجافا أو دولة روجافا المزعومة. نعم. لم يكون هناك أي تسمية أو تصريح أو أي أحد من الثوار أو الجيش الوطني الآن أو الحكومة السورية أو ائتلاف قوى الثورة، لا يوجد لدينا أي تغيير إن كان في التسميات أو حتى في المعاملة. الجيش الوطني أو الجيش الحر كما كان وقبل. تعلم أنت هناك مناطق مثل تل عرن، تل حاصل، بلدات، وآسف إني أتكلم في اللهجة هي إنه كردي وعربي، نعم. تم تحريرها من داعش. يعني الجيش الحر والثوار، الجيش الوطني حرروا إدلب، حرروا ريف حلب، وحرروا بلدات أخرى من داعش. نعم. ما تم يعني الأمر هذا والتركيز على نسيج اجتماعي معين دون الآخر. طيب، تتحدث بعض الأطراف الكردية سيد حمد عن عملية تهجير لأكثر من 100,000 كردي من مناطق عفرين. ما مدى دقة هذه الأرقام بالنسبة إليكم؟ حياكم الله. أيضا برجع، يعني أنا آسف أني أبعد نفسي، ولكن هي الأسئلة تصب في ذات السياق. نعم. نحن الآن في عفرين هناك مهجرين لا ننكر، وهناك موجة نزوح لا ننكرها، ولكن نحن كثوار أو كمؤسسات جيش وطني ومؤسسات ثورية لا نقيم اللاجئ نسبة لقوميته أو عرقه، فكلهم مواطنون سوريون. لم نحصل كرد أو دون هؤلاء، جميع من في سوريا مواطن سوري له حق العيش بحرية وكرامة وفي كل شيء. طيب، في سوريا يوجد 13 مليون فاصلة 4 بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة ومنظمات شؤون الإنسان هم لاجئون سوريون. طيب دعنا أخ رامي داخل عفرين، يعني فلنبقى بالحديث عن عفرين. ما هو وضع الأخوة الكرد الذين بقوا في عفرين؟ هل من ضغوط عليهم بحسب متابعتك، بحسب مراقبتكم، بحسب ما يتم اتهام السلطات المحلية هناك من قبل بعض الأطراف الكردية؟ صحيح، حقيقة اسمح لي، هناك ضغوط، وضغوط يعني شاقة من العمل. أخي الكريم أستاذي، الأخوة يعني أنا الآن سأسرد لك أسماء. الأخوة الكرد يعيشون في وئام ومحبة مع أخوانهم السوريين. لم يكن عندنا هذه الثقافة قبل دخول PKK ودخول BYD، وما زلنا عليها. اليوم رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد سعيد سليمان، نعم، نائب رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد رشيد، أعضاء المجلس المحلي أو أعضاء المكتب التنفيذي في المجلس المحلي الذين عددهم 15، 13 منهم هم من إخواننا الكرد. الأستاذ عبد الرحمن قاضي التحقيق الثاني في القضاء المدني، نعم، والده قاضي محكمة شران أيضا. الأستاذة نيروز قاضية في النيابة العامة. الأستاذ محمد إيبو مدير تربية عفرين، مدير التربية في غصن الزيتون. جميع أخواننا الكرد نحن وإياهم على مسافة واحدة، لا يوجد تمييز، ولم نكن في يوم من الأيام ميزنا. هذه الشخصيات والأسماء الكريمة التي تذكرها، هل يساهمون فعلا في إعادة الحقوق إلى أهلها أم أن هناك ضغوط؟ حتى نكون صريحين أستاذ، أنا قلت لك من أول الحديث وأعيد وأكرر، نعم، نحن في ثورة، ساحة سورية عبارة عن صراعات وتجاذبات سياسية ودولية وغيرها. لا ننكر أن يعني الأخطاء بشكل مطلق. نعم. نسعى للأفضل، نسعى لتطوير ذاتنا، نسعى كي نرتقي. نحن نعيش في ساحة، يعني ما عايشين في جنيف أو في سويسرا. صحيح. أنت أعلم في الوضع في المحرر، يعني يوجد أخطاء نعم، ولكن الجميع يسعى إلى تلافيها، إلى النهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي والتعليمي في كل شيء. طيب أخ حمد،
حابب أسألك شوي عن الأخوة المهجرين من ريف دمشق إلى مناطق عفرين. هل يقيمون داخل البيوت أو داخل يعني الأراضي عن طريق الاستيلاء، أم أنهم يدفعون آجارا لأصحابها بحسب رؤيتك؟ أستاذ الكريم، برجع أنا وبكرر، الأخوة اللي هجروا من الغوطة بعد عزف، حتى بما منهم الأستاذ حسين سماها في شبه مصالحة آسف، هي عملية تهجير قسري تمت برعاية الأمم المتحدة وتحت مرأى ومنظر جميع يعني أعضاء المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وغيره. نعم. شعب اقتلع من أرضه وتم تهجيره إلى الشمال السوري، هي أول. نعم. لا يوجد أي مصالحات. الشعب السوري ما زال وحتى الساعة يطالب في إسقاط الأسد. أما ما يحصل في مدينة منبج، إن كان في مدينة عفرين، إن كان فيما يخص السكن والاستيلاء على السكن، أعيد وأكرر، نحن في ساحة يعني ما حصل في عفرين من وجود نازحين، كان مهجرين عفوا من إخواننا من حمص، من حماه، من باغ، من دوما، من الغوطة، موجودون في عزاز، موجودون في الباب. وكما هو يعني الحال كما يدفعون يعني كما يدفعون الآجارات. طبعا للأسف أننا نتحدث عن أبناء الوطن بهذه الطريقة، وخصوصا أنك صحيح. وضحت أنه تم اقتلاع، يعني هي كارثة إنسانية علينا كلياتنا. ولكن صحيح. كما يدفع في عزاز ويدفع في مدينة الباب وفي مدينة قباسين، هل يدفع آجار لصاحب الملك أو صاحب الأرض أو صاحب البيت في عفرين بحسب رؤيتك ومتابعتك؟ حتى أكون دقيق معك أستاذي، يوجد دفع أجار، حتى يوجد أجارات عالية. نعم. لا ننكر، إن كان في أماكن تجارية أو أسواق أو منازل للسكن. برجع بكرر، مثلها مثل الباب، مثل عزاز، مثل جرابلس، يعني لا يوجد من هذا الشيء، ويوجد أخطاء ويوجد تسلط من البعض لا ننكره طبعا. طيب. لا ندعي المثالية أنه نحن وصلنا لمرحلة أنه نحن في فيينا أو بسويسرا أو في غيرها. نعم هناك أخطاء، ولكن نسعى لتلافيها. هناك أجسام قائمة، هناك مؤسسات قضائية، قضاء عسكري، قضاء مدني، جهات استقصائية، جهات خدمية. اليوم في عفرين يعني تجد المشافي قيد البناء، تجد المدارس، تجد الطرقات، تجد الأرصفة، الأسواق التجارية، كلها تعود إليها الحياة. ولذلك كل يوم يفاجئنا ويباغتنا تنظيم البكك ومن معه بتفجيرات وارسال عبوات وهم مفخخات، واخرها كان كما شاهدت قصف المشفى في مدينه عفرين. لا يهمهم اي استقرار في مدينه عفرين، كذلك لا يهمهم اي استقرار ان كان في عزاز او في الباب وكافه الجغرافيا السوريه. طيب سيد رامي، برايك كيف يمكن اليوم أن يعاد الوئام والسلام لمدينة عفرين وينتهي هذا الجدل المرتبط بالمدينة والذي وصلت أصداؤه إلى الرأي العام العالمي؟ يعني السيد جلبي تحدث عن رؤيته في مبادرات شعبية، في أن تكون المجالس المحلية أو منظمات المجتمع المدني هي القائمة على الأمر داخل مدينة عفرين. يعني قد يتطلب هذا الأمر إخراج يعني المظاهر المسلحة من داخل المدينة إلى الأطراف، أن يكون هناك جهاز شرطة مثلا مشترك، جهاز أمني يعمل من أجل شيء مخصص فقط، لا يتداخل في الحياة اليومية. هل أنتم يعني أيضا تبادرون لهذه الأفكار؟ الحقيقة بس آخر ملخص السؤال ما فهمته، الصوت انقطع. طيب ولا يهمك، أنا اللي عم بقوله برأيك كيف ممكن مثل ما ذكرت أنت من شوي بحديثك، ذكرت أنه يعيش الأخوة العرب والكرد في عفرين بمحبة وسلام، بوئام وسلام. كيف نستطيع أن نضمن استمرار الوئام والسلام في المدينة وينتهي الجدل اللي ارتبط بالمدينة وباسم المدينة ووصل إلى العالمية، يعني وصل لكل وكالات الأنباء أنه يعني الأستاذ حسين جلبي يشبه الوضع بعفرين بطريقة، أنتم تشبهونه بطريقة، الإعلام يشبهه بطريقة. تم الحديث عن مبادرات شعبية وعن رؤية أن تكون المجالس المحلية أو المجالس المدنية هي القائمة على العمل في المجتمع داخل مدينة عفرين. هذا قد يتطلب سحب المظاهر المسلحة من المدينة، ضبط هذا الأمر بجهاز شرطة. عندكم مثل هي الأفكار، يعني عم تشتغلوا عليها؟
نحن الآن وصلنا لمرحلة ليست إعلامية، وكان الأستاذ حسين وأي أخ يعني يسأل وأي واحد بيحب يستفسر. نعم. في عفرين اليوم أستاذي برجع بكرر المجلس المحلي 15 عضو، هو عدد أعضاء المكتب التنفيذي 13 منهم من إخواننا الكرد، وبرجع بكرر آسف لأني أتحدث كرد وعرب. نعم. قاضي المحكمة هذا في الواقع، شبرا. هذا حقك، هذا الواقع. فأنا أستغرب يعني أن الثوار أو الجيش الوطني أو يغيبون ويعملون، لا، هذا الكلام غير مقبول وغير واقعي يعني. أنا يعني بإمكان أي أحد حتى الأستاذ يتصل في عفرين يسأل من رئيس المجلس المحلي، من مدير التربية، ومن نائبه، من المفتي، من القاضي، من الأستاذ نيروز قاضية النيابة، من بإمكانه يسأل. في عفرين يا سيدي نحن هنا، واغلب من اتى نتيجه تهجير قسري. تهجير قسري ان كان من تل رفعت او ان كان من منبج وان كان من دوما وان كان من الغوطه. يمكن انهاء هذا الملف. القضيه السوريه لا يمكن تجزئتها بما يخص عفرين دون غيرها، او بما يخص الباب دون عزاز، او بما يخص حلب دون حمص. نعم. نحن كجيش وطني كنا وما زلنا نطالب بوحده التراب السوري. للاسف عصابة دخيلة على الشعب السوري تسمي من حالها بكيكي وبوايدي. هذه العصابة هي من تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، تمزيق الجغرافيا السورية، وما زالت حتى الآن. الناشط الحقوقي السوري رامي الحمد، شكرا جزيلا لك. كنت معنا في القسم الثاني من ملف خاص عن مدينة عفرين. شكرا لكل الإجابات والاستفسارات التي أجبت عليها. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. وشكرا لكم متابعينا الكرام، مشاهدي قاسيون تي في. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة وفي ملف خاص جديد. وحتى ذلك الحين، هذا عروة قنواتي يحييكم. دمتم بخير.